افضل 6 تخصصات مطلوبين في سوق العمل في مصر، ولو مجموعك يسمح لك اختار تخصص من التخصصات دي. وده مش معناه خالص ان التخصص اللي انت بتدرسه دلوقتي وحش او حاجه، وهنرتبهم كده من الاقل للاعلى طلبا. في المركز السادس مجال الديجيتال ماركتنج، تقدر تدخل المجال ده من كليه تجاره، كليه اداره اعمال، كليه نظم ومعلومات، وكليه اعلام. واحد من اعلى المجالات طلبا في سوق العمل في مصر، والمرتب بتاعه بيكون محترم جدا. اهم حاجه في المجال ده عشان تشتغله انك يكون عندك مشاريع اشتغلت عليها قبل كده، ويكون عندك بورتفوليو قوي. وفي المركز الخامس مجال السايبر سيكيورتي، المجال ده موجود في كليه حاسبات ومعلومات، كليه ذكاء اصطناعي، كمان في هندسه حاسبات واتصالات. وفي المركز الرابع كلاود انجينيرنج، والتخصص ده تقدر تخشه من كليه ذكاء اصطناعي، كليه حاسبات ومعلومات، ونظم ومعلومات. وفي المركز الثالث الداتا اناليسيز او تحليل البيانات. في المركز الثاني الاي اي انجينيرنج، الماشين ليرنينج والداتا ساينتست، والمجال ده تقدر تدخله من كليه ذكاء اصطناعي وهندسه حاسبات، وكمان كليات الهندسه والرياضيات والاحصاء. المركز الاول بقى من حيث فرص التوظيف هو البروجرامينج او البرمجه، زي الفرونت اند ديفلوبر، الباك اند ديفلوبر، الفول ستاك ديفلوبر، الموبايل ديفلوبر، والسوفت وير تيستر. المجال ده بقى تقدر تدخله من كليه حاسبات ومعلومات، كليه ذكاء اصطناعي، كليه هندسه، او حتى نظم ومعلومات. مش شرط خالص برضو تكون خريج من الكليات دي، لو انت اتعلمت برمجه لوحدك ممكن يكون عندك فرصه انك تدخل المجال ده. قولوا لي بقى ايه اكتر مجال من وجهه نظركم هو الاعلى في الراتب في مصر؟